ازاي نتكلم انجليزي زي الاجانب؟ الحلقة التانية. هنتعلم النهاردة تريكات جديدة تساعدنا ان احنا نتكلم انجليزي زي الاجانب. ولو ما شفتش الحلقة الاولى هسيب لك اللينك بتاعها دلوقتي حالا هنا يظهر لك في الاي علشان ما يفوتكش اي حاجة خالص. وتعالوا بينا نبدأ درس النهاردة. التي لوحدها في اللغة الانجليزية ليها 4 طرق بتتنطق وهتسمعوها بيها. water تحس انها دي كده وار حاجة كده في النص ما بينهم. شفتوا قلناها زي الهمزة بالظبط، زي ما يكون كده عندك ما بنقول بالمصري زغطة شوية. من أشهر الحاجات اللي هتسمعوها من أي أجنبي بيتكلم باللغة الإنجليزية النطق المختلف لحرف التي. التي لوحدها في اللغة الإنجليزية ليها 4 طرق بتتنطق وهتسمعوها بيها. أول حاجة خالص الترو تي، اللي هي التي اللي بتتنطق بشكل عادي جدا، اللي هو التي الطبيعية، يعني اللي مفيهاش أي اختراعات خالص، اسمها ترو تي. زي مثلا time table هوتيل تي دي التي العادية خالص اللي هي الترو تي. تاني حاجة اسمها فلاب تي او كمان بنقول برضو الفلاب دي اللي هي اللي بتتنطق بشكل مسطح. دي بقى مشهورة جدا جدا. امتى بنقول الفلاب تي دي؟ لما بتكون حرف التي ما بين حرفين متحركين. وبتتنطق ازاي؟ بتتنطق ما بين كده الدي والار، زي مثلا water قولوا ورايا water تحس انها دي كده وار حاجة كده في النص ما بينهم. او computer مش كمبيوتر تي نو computer برضو ما بين حرفين متحركين اهم. وممكن كمان تيجي في الجملة، يعني مثلا believe it or not، believe it or شوفوا التي نفسها برضو جت ما بين الاي والاو، ف believe it or not خدوها كده مرة واحدة. وزي ما بقول لكم قولوها دايما اللي هي بتكون ما بين الدي والار. قولوا لي كده امثلة وكلمات اكتبوها لي دلوقتي حالا في الكومنتس بالفلاب تي. اتمنى ان انتوا تشتركوا دلوقتي حالا معايا في قناتي انجلش بلوج وتفعلوا الجرس كمان علشان يوصلكم دروس انجليزي لكل يوم. ثالث نوع من انواع النطق اللي بنقول بيها حرف تي اسمه glottal تي. الجلوتال تي دي هقولها لكم في اللغة العربية زي بالظبط صوت الهمزة. ده بقى بيجي امتى؟ لما بتكون التي ما بين حرفين متحركين وبعدهم حرف الان. اقول لكم امثلة هتبين اكتر وتوضح. زي مثلا لما نقول written اللي هي التصريف الثالث من فعل write. written شفتوا قلناها زي الهمزة بالظبط، زي ما يكون كده عندك ما بنقول بالمصري زغطة شوية، اللي هي written. او مثلا button اللي هو معنى زرار، مش بنقول button او مش هتسمعوهم بيقولوا button، لا button. شوفوا التي جت ما بين حرفين متحركين وجي في الاخر حرف الان او بعدهم صوت حرف الان، فبالتالي بنقولها زي الهمزة بالظبط. دي الجلوتال تي. واخر حاجة خالص وهي السايلنت تي اللي هي مش بنقول فيها حرف التي خالص، زي مثلا ومشهور جدا interview مش interview، لا interview. او internet شوفوا برضو ما قلناش حرف التي اللي هو بعد حرف الان على طول. دي اسمها silent تي اللي احنا مش بنقول فيها حرف التي خالص. اكتبوا لي امثلة معايا تحت دلوقتي في الكومنتس، هستناكم. من اشهر كمان الحاجات اللي هتسمعوها لما بيكون عندنا حرف الدي وبعديه حرف الواي بيتنطق بصوت جا. يعني ايه مثلا؟ زي مثلا لما نقول did you او would you. انتهينا بحرف الدي وبدينا بحرف الواي فبنقول اللي هو صوت الجا. would you like to eat يعني انت حابب مثلا ان انت تاكل، وهكذا. برضو كمان مشهور جدا لما بيكون عندنا حرف التي وبعديها حرف الواي بنقول صوت تشا زي let you I'll let you work. شوفوا بنقولها تشا I'll let you work يعني انا هسيبك ان انت تشتغل، فبنقول let you.
اهم حاجه هقولها لكم واهم نصيحه هقولها لكم ان انتوا تكرروا النطق بالطريقه دي باكتر من مره او اكتر من مره علشان تتعودوا عليه وما يبقاش ولا غريب على ودننا، ونبقى فاهمينه ونبقى قادرين كمان ان احنا لو حبينا نستخدم الاختصارات دي في كلامنا ان احنا نقدر ان احنا ان شاء الله نطبقهم. ودي كانت المجموعه النهارده لينا للاختصارات والكلام بالطريقه زي الاجانب بالظبط. واحده واحده ان شاء الله هنتعلم وهنتطور اكتر مع بعض. زي ما قلت لكم مستنيه الامثله بتاعتكم دلوقتي حالا في الكومنتس، واستنوا كمان حلقات اكتر باذن الله تعلمنا ازاي نتكلم زي الاجانب. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك بليز للفيديو، وما تنساش انك تسبسكرايب تو ماي تشانل. اشتركوا دلوقتي حالا في القناه وفعلوا الجرس كمان عشان يجي لكم كل دروس الجديده، واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه. باي باي.